السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشتغل الشنطه الجميله اللي احنا شايفينها دي مع بعض. هي حاجه صغيره كده تتعلق في الشنطه او تستخدميها كميداليه. شكلها جميل جدا وبسيط، عباره عن مربع جراني وسهل جدا في خطواتها. هنمشيها مع بعض خطوه خطوه، بس قبل ما نبدا اعرفكم عن نفسي. معاكم سمر من قناه افكار موري. اتمنى اشتراكك معايا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا. ويا ريت المشاركة مع الأصدقاء والحبايب عشان يستفيدوا معانا وعشان قناتنا تكبر بيكم. ويا ريت اللي ينفذها يبعتها لنا على الانستا أو على الفيس، ومنتظرة رأيكم في الكومنتات تحت. يلا بينا. هنبدأ أول حاجة معايا الدايرة السحرية. باخد بسن الإبرة الخيط بتاعي واطلع أول حاجة معايا سلسلة. كونا الدايرة السحرية بالشكل ده كده معانا. هبدأ أطلع أسحب الخيط معايا لفوق كده، واخد الإبرة في ظهر الخيط وانزل جوه الدايرة السحرية واخد منها لفة خيط معايا 3 لفات على الإبرة. هبدأ اخد لفة خيط اقفل 2، لفة خيط اقفل الاتنين اللي معايا على الإبرة، لفة خيط هنزل تاني جوه الدايرة واكون تاني عمود. باخد 2 في 2، تالت عمود. بعد ما بكون ال3 عمود بالشكل ده معايا باخد 2 سلسلة، 1 2 سلسلة لفة خيط، وهنزل تاني جوه الدايرة بتاعتي وابدأ اكون تاني 3 غرزة عمود. 1 2 3. بعد كده هاخد 2 سلسلة، 1 2، وارجع تاني ادخل جوه الدايرة السحرية برضو واكون 3 غرزة عمود. 1 2 3. بعد كده هاخد 2 سلسلة تاني، 1 2 سلسلة، وارجع اكون اخر 3 عمود معايا. 1 2 3، اخر 2 سلسلة معايا، وهرجع هنا كده هنسحب بداية الفتلة بتاعتي اضيق الدايرة السحرية بتاعتنا، وهنيجي في راس اول عمود معايا انا كونته، وندخل في راس اول عمود كده معانا واخد منه لفة خيط واقفل بغرزة منزلقة سلسلة، غير لون الخيط. هبدأ اجيب اللون الجديد وابدأ اول حاجة معايا عقدة البداية، ونجيب المربع الجراني بتاعي اهو. هدخل في اي زاوية من ال4 زوايا دول. هبدأ اول حاجة اوصل الخيط بتاعي اللون الجديد معانا كده، وهنبدأ اول حاجة معايا هطلع بغرزة عمود. هلف الابرة في ظهر الخيط وانزل ادخل جوه الفراغ بتاعي ده واكون غرزة عمود. بسحب 2 في 2. بعد كده هندخل لتاني مرة غرزة عمود 3. بعد كده هاخد السلسلتين بتوع الزاوية. بعد كده هرجع اخد لفة خيط وادخل تاني في نفس الفراغ ده برضو واكون فيه 3 غرزة عمود. ادي 1 2 3. بكده اكون كونت الزاوية بتاعتي بالشكل ده. بعد كده لفة خيط وهاجي على الفراغ اللي بعده واتنقل ليه وابدأ اكون نفس الحكاية برضو 3 عمود. 1 2 3. بعد كده 2 سلسلة، 1 2 سلسلة. بعد كده هرجع تاني في نفس الفراغ ده برضو واكون تاني 3 عمود. 1 2 3. بكده انا كونت معايا زاويتين من زوايا المربع بتاعنا. لسه الزاوية الثالثة والزاوية الرابعة هعملهم نفس الحكاية 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود لغاية لما ارجع تاني هنا الاوردر بتاعي ده. بدخل في راس اول عمود كده معايا واقوم اخده منه لفة خيط واسحب بغرزة منزلقة. بعد كده بقوم اخده سلسلة لتأمينا للشغل بتاعي، وبكده خلص اللون ده كمان. برجع بقى هنا كده في ظهر الشغل بتاعي وباخد اللون البينك ده كده انضف عليه في ظهر الشغل بتاعنا. ابدا اجيب اللون الجديد وابدا اعمل برضو معايا عقدة البداية وابدا اوصله معايا على المربع بتاعنا. زاوية من ال4 زوايا دول هبدا اوصل فيهم. هدخل بالابره كده واقوم اخده لفة خيط واسحبها من اللي معايا على الابره بحيث ان انا اثبت اللون بتاعي ده. بعد كده هنبدا نكون اول عمود.
لفة خيط اكون تاني عمود معايا، هكون الزاوية هيها بالظبط 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود كده 3 عمود. بعد كده باخد 2 سلسلة وارجع تاني في نفس المكان اكون بقية الزاوية اللي هي ال3 عمود التانيين. 1 2 3 نفس بالظبط اللي انا اشتغلته في الدور اللي قبل كده، نفس هيها الزاوية بالظبط. ابدا بقى دلوقتي اخد لفة خيط والفراغ اللي في النص ما بين العمدان ده كده هنا هدخل اكون فيه 3 غرزة عمود. 1 2 3. يبقى انا كونت الزاويه وبعد كده كونت في الفراغ اللي قابلني ده 3 غرزه عمود، لفه خيط واتنقل للزاويه التانية دي وابدا اكون فيها برضو زاويه. يبقى انا كده بالشكل ده كده معايا كونت زاويه وبعد كده الفراغ دخلت فيه 3 عمود، بعد كده الزاويه التانية كده لفه خيط وادخل في الفراغ اللي ما بين العمدان هنا كده ده واكون فيه 3 عمود. 1 2 3 وارجع اقوم اخده لفه خيط واروح هنا في الزاويه برضو هيها هكون فيها نفس الموضوع بتاعنا اللي هو 3 عمود 2 سلسله 3 عمود. اكمل الدور بتاعي بقى كده هبدأ في المربع بتاعي، هبدأ ادخل في راس اول عمود واخد منه لفة خيط واقفل بغرزة منزلقة. بعد كده هاخد سلسلة تمام واسحب الخيط بتاعي، بس هنسيب مسافة كده من الخيط بحيث ان انا هبدأ اثبت بيها الوحدات في بعض. هنا بقى كده الوحدة دي هي اللي هتختلف شوية بس معايا علشان هي دي اللي انا هبدأ اقفل بيها الشنطة بتاعتي. هنا كده الجنب التالت ده هشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3 ابدا اطلع معايا 5 سلسله. 1 2 3 4 5 والف الشغل بتاعي كده للظهر وهقوم جايه في راس اول عمود معايا ده واكون فيه غرزه حشو. بعد كده ارجع الف الشغل بتاعي للوش تاني، وفي السلاسل اللي احنا عملناها دي هبدا اكون في كل سلسله منهم غرزه حشو. يعني هدخل في راس اول سلسله دي واخد لفه خيط واطلع اخد لفتين دول معايا مره واحده بغرزه حشو. بعد كده هدخل في تاني سلسله برضو واخد فيها اكون منها غرزة حشو. تالت سلسلة برضو يعني همشي على ال5 سلاسل واكون عليهم غرزة حشو. بعد كده هاجي في راس العمود كده في فتلتين من فوق هنا كده، هاخد الفتلتين دول واخد منهم لفة خيط واقفل عليهم بغرزة منزلقة. بكده كونت الجزئية اللي انا هركب فيها الزرار بتاعي. بعد كده هقوم اخده لفة خيط واجي عند الزاوية دي بقى وابدأ اكون الزاوية بتاعتنا عادي خالص. كده بكون خلصت الوحدة بتاعتي دي بتاعت الشنطة بتاعتي من فوق. هاجي اول عمود كده معايا واقوم اخده لفة خيط وقافلة بغرزة منزلقة سلسلة. بكده خلصت الغطا بتاع الشنطة. وحدات كاملين من المربع الجراني، والوحدة رقم 6 اللي هي اللي فيها المكان بتاع الزرار اللي احنا هنقفل بيه الشنطة بتاعي في ابرة التنظيف. هبدأ اتنقل بابرة التنظيف هنا كده معايا وسط الغرز بتاعتي لغاية لما اوصل للزاوية بتاعتي من على الطرف. هتنقل كده هنا لغاية الزاوية بتاعة الطرف دي عشان ابدأ بس ان انا اوصل الشغل بتاعي في بعضه من الزاوية للزاوية. وهبدأ اقلبها على ظهرها كده، الظهر ليا ودي ظهر الوحدة التانية. هحط الظهر للظهر كده وابدأ امسك الوحدتين مع بعض، ادخل كده في الزاوية واخد لفة الخيط كده واسحبهم مع بعض. بعد كده هنبدأ ناخد بقى اللوب الامامي عندي ولوب خلفي، هدخل في اللوب الخلفي من هنا تمام وادخل في اللوب الامامي من هنا، يعني انا بدخل في عكس بعض وابدأ اسحب الخيط وارجع تاني هاخد غرزة، هاخد المقابلة ليها من الجنب التاني واسحبهم مع بعض. اللوب الخلفي في الوحدة الأولانية باخد مقابله اللوب الأمامي في الوحدة التانية واسحبهم مع بعض.
كده وصلنا الجنب ده مع بعضه. انا كده وصلت في الوحده بتاعتي دي مربع من المربعات الجراني. هبدا اجيب واحد تاني برضو نفس الحكايه، هاخد الظهر بتاعه في ظهر ده، المربع اللي هو اللي في الارضيه اللي انا هشتغل عليه تحت خالص ده هيبقى كده في الجنب. هبدا احط ده كمان معايا كده وابدا اكمل بنفس النظام. بدخل برضو معايا كده في الزاويه هنا، كل غرزه هاخد المقابله ليها من الجنب التاني. كده هتبقى موصوله معايا برضو من الجنب ده. تمام، واكمل برضو نفس الوحده دي هجيبها برضو اوصلها هنا معايا، والوحده الرابعه هوصلها معايا من الجنب ده كمان. يعني انا همشي كده على المربع بتاعي بتاع الارضيه ده، هلف حواليه كل جنب من جناب المربع بتاعي هوصل فيه مربع من المربعات بتاعتنا، هوصلهم وارجع لكم. تمام، بكده انا وصلت الاربع مربعات. اخر حاجه انا وصلت فيها ان انا رجعت تاني للطرف ده. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اجيب الوحده دي والوحده دي هنوصلهم مع بعض، يعني هقفل الجنبين مع بعض نفس النظام. هاخد برضو كده كل غرزه هاخد المقابله ليها الجنب التاني واقفل الاتنين دول كده مع بعض. كده بكون قفلت الجنب ده بالشكل ده كده معايا. هبدا اخد فتله الخيط دي معايا بقى كده واداريها جوه الشغل بتاعنا، عشان انا هبدا افصل الخيط وكل جنب من الجناب دي هبدا اعمل فتله خيط بقى جديده. ابره التنظيف معايا لسه موصوله معايا بعد ما وصلت اخر جنب من الجوانب بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا. هجيب معايا بقى الوحده الاخيره خالص اللي هقفل بيها الشنطه بتاعتي، وهعمل نفس الحكايه. هاجي في اخر واحده معايا هنا كده دي هوصلها معايا في الطرف ده، يعني هبدا اجيب كده الجنبين مع بعض وابدا اوصلها معايا بابره التنظيف بنفس الطريقه بالظبط. اخد الجنب ده كده معايا وابدا اوصل بعد كده كل غرزه بالمقابله ليها. بعد ما خلاص ثبتنا الجزء اللي احنا هنقفل بيه الشنطه بتاعتنا، هننضف بقى على الخيط اول باول. بعد كده هنبدا نثبت بقى الزرار او الخرزه اللي احنا هنقفل بيها الشنطه من فوق بالخيط كده. وهبدا ادخل واخد الابره معايا في الخرزه وادخلها لجوه. بعد كده هبدا اربطها ربطتين كده بحيث الفتله بتاعه البدايه وفتله النهايه مع بعض. وبعد كده هنثبت بقى مع بعض اللي هي الميداليه. وبكده خلص الفيديو بتاعنا النهارده. الشنطه شكلها جميله جدا وبسيطه، تستخدميها كميداليه للمفاتيح او تعيني فيها الايربودز او تستخدميها تعليقه للشنطه بتاعتك. على فكره هي حجمها كبير وكويس جدا من جوه، تقدري تعيني فيها اي حاجه. وبكده خلصت فكرتنا النهارده، يا رب تكون تعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، والمشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. كان معاكم سمر من قناه افكار موري. مع السلامه.